السلام عليكم أيها الرائعون. سوف نتحدث يوم سويا عن ركز في الفيديو ده للآخر، في كلام علمي دقيق هيتقال بس إن شاء الله هيستفاد منه الجميع. طبعا بنعمل شوية بورزات كده في الأول عشان نوريكم إن عندنا عضلات مش مجرد هياكل عظمية، ولكن الكرش ده يا رجل عمال تقول لنا بطن ايه، ورينا كده لو أنت جدع ما عندكش كرش شعر وشفناه قبل كده. دلوقتي ندخل على الكلام المهم. طيب للاستفادة من تدريب العضلات أكتر بنعمل لها كونسنتريك يعني الانقباض اللي بيتم في التمرين بتاعنا. لكن لو أنا عايز أدرب الأوتار اللي هي التندون بتاعتنا بنشتغل أكتر على عملية الايسنتريك فورس، عملية التطويل، عملية الاسترخاء. لما نتمرن بطريقة الايزوتونيك اللي هي عملية الانقباض والانبساط، واحنا بنعمل كونسنتريك اللي هي بنعمل الانقباض بتاعنا بنعمله هنا للعضلة، ولكن في مرحلة الرجوع قلنا والاسترخاء اللي هي ايسنتريك بنمرن هنا الاوتار، يعني انقباض عضلة وانا برجع الايسنتريك بتاعي اوتار، لان العضلة في مرحلة الاسترخاء العضلة بتبدأ تتمدد وبتسيب والالياف بترمي الحمل هنا على التندون. ندخل بقى لحاجة مهمة هنا اسمها التوازن العضلي الوتري، العلاقة ما بين قوة العضلات وإصابة الأوتار. يعني احنا عندنا الألياف دي ليها زوايا، كل ما بتقوي الليفة بتوصل للزاوية الطبيعية بتاعتها، ولكن الليفة لما بتضعف بتكون زاوية الانقباض بتقل. كل ما الدرجة دي قلت كل ما التنشن على التندون بيزيد، يعني كل ما الضغط على الوتر بتاعي بيزيد، يعني ضعف العضلة مرتبط بإصابة الوتر حتى لو الوتر قوي. وده بيظهر لما بيكون العضلة ليها كذا جزء ووتر واحد. يعني ايه الكلام ده؟ وده بيكون في العضلات الكبيرة مثل البيكس بيكتورالوس ميجور او الكوادريسيبس او الهامسترينج، كل ده بيكون نهايته واحدة. وده بالضبط اللي بيحصل في الباتيلا تندون وضعف الفاستاس ميدياليس العضلة الداخلية، وده بيحصل خصوصا للجامب. المفروض اللي هيحقق الاستابيليتي وانا نازل في اللحظة بتاعة الكونتاكت وانا بنط وبفرد محتاج عضلة الفاستاس ميدياليس تكون شغالة ومؤهلة معي. اتمنى اكون استفدتوا من الفيديو وتعرفوا ان انتوا لازم تهتموا بالجزء بتاع الايسنتريك فورس او عملية التطويل. كلام مهم جدا، ممكن يكون طولت عليكم شوية ولكن ركز في التمرين، ركز في عملية الانقباض وما تنساش عملية الانبساط يا رجل. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ شير عشان تفيد غيرك من فضلك يا رجل. اقفل يا ابني.